الجزيري كلام كتير ان اللعيب ما وقعش واللعيب وقع، بس الاتفاق تم على كل حاجه. المفاجاه في سيف الجزيري ان نادي الزمالك ما عندوش مشكله في اعاره سيف الجزيري في يناير حتى لو جدد. جوميز مش مقتنع قوي بسيف الجزيري، دي معلومه مؤكده. سيف الجزيري بالنسبه لجوميز عنده مشكله، ما بيحافظش على الاستمراريه بتاعته لفتره طويله، بيديني ماتش بيديني التاني، بعد كده اللعيب ما بيبقاش بكامل فورمته، ما بيبقاش بكامل مستواه حتى في التدريبات. جوميز مش مقتنع بحته المستحقات الفتره اللي فاتت، وان حته اللعيب ما كانش مركز عشان فلوسه، لا هو شايف الجانب الفني. جوميز نفسه هو مش مقتنع بالجزيري ولا بعمر فرج ولا بحسام اشرف. هو بالنسبه له بمناسبه حسام اشرف كان رئيس نادي النصر الليبي خرج الايام اللي فاتت ان هو بيفكر في يستعير حسام اشرف. يعني تاكدت ان حسام اشرف هو عايز يستعير حسام اشرف، ونادي الزمالك مرحب كمان بحسام اشرف. عمر فرج هو بيوظفه غلط، الفتره اللي جايه هتلاقي عمر فرج موجود جناح. عشان كده سيف الجزيري لو جاله عرض كويس بالتفاوض